وعايز تقلل المساحة بتاعته من غير ما تخسر الكواليتي ولا تخسر اي حاجة في الفيديو، سواء كان الكواليتي، سواء كان الوقت بتاع الفيديو نفسه. كل الحاجات دي هتعمل ايه؟ هترفعه اونلاين مثلا. لو رفعته اونلاين هيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا هنتكلم فيها كمان شوية. لو مثلا نزلت برنامج من البرامج اللي بتعمل ده، هتنزله على الجهاز عندك مش امان، وفي نفس الوقت بيبقى مديك فيوتشرز محددة، سواء كان بقى الوقت بتاع الفيديو مثلا او الكواليتي. ويقول لك لو انت عايز تخلي الكواليتي بتاعت الفيديو كويسة بتدفع مثلا مبلغ. لو انت عايز تخلي الوقت بتاع الفيديو كله، يعني تخلي الوقت الفيديو كله يبقى موجود بعد ما بتعمل له كومبريس، فبرضه بيطلب منك سعر اضافي. فالحاجات دي كلها طبعا هتعطلك. فاحنا عندنا حل، هو سكريبت بس بيبقى موجود عندك على الجهاز، بتقدر ان انت تقلل بيه المساحة بتاعة الفيديو من غير ما تخسر الكواليتي ولا تخسر ولا يكون محجمك في وقت معين للفيديو. هنشوف مثلا دلوقتي. عندنا الاسم الاول طبعا بتاع الفايل نفسه هيكون، خليه مثلا بيفور زي ما هو موجود. وهنخلي الفيديو الجديد افتر. هنمسح طبعا اللي اتعمل بالظبط كده. عندنا البيفور بس اللي هو الفيديو اللي هنشتغل عليه اللي هو موجود هنا ده. وهنشغل السكريبت بتاعنا ونشوف. بايثون كومبريس دوت باي، ده اسم السكريبت اللي احنا شغالين بيه. هنسيبه يشتغل شوية. خلينا نجيب كده بالظبط. هو هيفضل يشتغل شوية، بيعمل طبعا لود وبيشتغل على البروسيس بتاعة تقليل الكواليتي بتاعة تقليل السايز بتاع الفيديو من غير ما يأثر على الكواليتي. وهنشوف دلوقتي الريزلت هتطلع معانا ايه. ليه بقى ما ينفعش ترفعه اونلاين؟ لان انت لاسباب كتيره. ممكن يكون الانترنت عندك مش مكفي اصلا انت ترفعه اونلاين. يعني انت لو مثلا الفايل المساحه بتاعته مثلا 300 ميجا 600 ميجا ايا كان، لما تيجي ترفعه اونلاين انت هتستنى ان انت تعمل له ابلود، وبعد ما يتعمل ابلود يتعمل بروسيس، وبقى البروسيس دي بعد ما تخلص تعمل له داونلود. كل ده طبعا بيسحب من النت بتاعك، وفي نفس الوقت مش امان. مش امان انت ترفع الفيديو بتاعك على بلاتفورم اونلاين انت ما تعرفهاش ولا تثق فيها، ولا عندك اي خلفيه عن الجزء اللي يخص السكيورتي في الويب سايت ده. فهنا دور السكريبت ان هو حاجه موجوده على الجهاز عندك، بتقدر ان انت تصبر عليه 5 دقايق بس زي ما احنا هنشوف دلوقتي. والفيديو بتاعك مساحته فعلا بتقل، وبتلاقي ان الكواليتي هي وهتشوف ده برضو بعينك دلوقتي بشكل سهل وسريع، والدنيا بتبقى تمام جدا يعني. احنا ممكن يعني هوقف الفيديو بس لحد ما يخلص البروسيس دي في خلال دقيقتين عشان ما اطولش عليكم، وهنرجع تاني نفتحه على الريزورت واوريكم ايه بالظبط اللي طلع. طيب احنا الكومبريس خلص للفيديو، وبقى عندنا الفيديو جديد في الفولدر اللي هو باسم after.mp4، الفايل اللي هو generated. هنبص دلوقتي على السايز بتاع البي 4 اللي هو 327 ميجا، مكتوب برضو تحت، وبرضو زي التأكيد في الديتيلز تنزل هتلاقي السايز تحت خالص اهو 327. افتر هتلاقيه 5 ميجا، 5 ميجا 39. تفتح الديتيلز هتنزل تحت خالص هتلاقي برضو السايز بتاعه 5 ميجا 39. لو جينا نفتح البي 4، هو اصلا كان يعني الكواليتي بتاعته كانت سيئة جدا، الفايل اللي هو الاصلي يعني. بس هتيجي تفتح الافتر هتلاقي نفس الموضوع برضو، نفس الكواليتي، نفس كل حاجة. اللي اختلف بس السايز، ان احنا بدل ما كنا 327 ميجا بقينا 5 ميجا بس، 5 ميجا وشوية، يعني 5 ميجا 39. ففي فرق رهيب. احنا عندنا فايل تاني 600 ميجا ممكن نجرب عليه في فيديو تاني ولا حاجة. بس عموما يعني زي ما اتكلمنا البايثون سكريبت ده هو ليه مميزات كتيرة جدا. يعني انت دلوقتي موجود عندك على الجهاز، دي اول حاجة. ما بتحتاجش تعمل ابلود لاي حاجة على النت، ما بيشترطش مساحة معينة منك. يعني اي فايل اي فيديو عندك هيكون موجود
مساحته بقى 600 ميجا، مساحته جيجا وي ايا كان، هيقدر ان هو يعمل لك الكومبريس ليه، وهتلاقي ان هو موجود برضو عندك لوكال على الجهاز. دي طبعا ميزة كبيرة جدا، علشان انت اي ابلود بتعمله خصوصا في الوقت اللي احنا فيه حاليا، انت ما بتبقاش مطمن او مش ضامن اصلا الفيديو بتاعك ده يعني هيحصل فيه ايه، او ايه إيه الوضع، او ايه الامان مثلا على الويب سايتس دي. بتلاقي الدنيا طبعا مش امان يعني. فطول ما انت شغال على الجهاز عندك، خلاص انت بتبقى مطمن وعارف ان الحاجة موجودة عندك لوكال، لا انت عملت ابلود لحاجة، ولا انت ولا سحب حاجة من النت، عندك كل حاجة موجودة زي ما هي على الجهاز، وبتقدر توصل له بسهولة وبسرعة، والدنيا بتبقى تمام. والمفروض ان هو شغال اوفلاين، يعني هو لو انت شغلته من غير نت المفروض ان هو يشتغل برضو عادي. فدي ميزة تانية. و بس فيعني اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم، وابعتولي كده في الكومنتات لو في اي حد محتاج يسأل عن اي حاجة.